السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ام فهد المتنوعه. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم واحد الطريقه ديال المعقوده اللي هي طريقه الصراحه ديال المحلات. يعني بالنسبه للمعقوده الكل كيعرفها وهي الاكله الشعبيه يعني معروفه، وبغيت نشاركها معكم اليوم ان شاء الله. اللي هي بواحد الطريقه اللي هي سهله وسريعه ودغيا كتصدق بلا ما ديري لا بيض لا جبن لا والو، يعني كتصدق رائعه كما كتشوفوها، كتجي رائعه. كنتمنى انكم تتابعوا لا فيديو حتى الاخر، وإلا عجبكم علاش لا ديروا اشتراك وضغطوا على زر الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. وشكرا لكم بزاف، بقاو معنا الفيديو حتى الاخر. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات، هو المكون الاساسي عندنا هنايا كيلو ديال البطاطا اللي نقيته غسلتها ونقيتها مزيان كما كتشوفوا، قطعتها. دابا غادي نديرها في واحد الكاسرول اللي غادي نسلقها. دابا غادي ندير البطاطا باش تسلق، انا زدت عليها فصوص ديال الثومه باش كينسموها كيعطيوها التنسيم، كتجي مزيانه. دابا غادي نديرها تسلق ومن بعد بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والشكل اللي غادي يكون ان شاء الله. دابا غادي ندوزو نصاوبوا الخليط اللي غادي نديرو فيه الاقراص ديال البطاطا. عندي هنايا قرعه اللي غادي نستعمل اللي غنخلط فيها الخليط. عندي هنايا كاس ديال الماء شويه دافي، غير شويه، كاس كبير. هنايا عندي معلقه ديال الخميره ديال العجينه اللي درتها في واحد نص كاس ديال الماء. بالنسبه هنايا التوابل، انا هنايا عندي الفلفل الاحمر معلقه صغيره، عندي معلقه ديال الكمون ومعلقه ديال الخرقوم، هنا عندي معلقه ديال الملحه. بالنسبه للملحه على حسب الذوق. غنخلط هاد المكونات كامله. بالنسبه للطحين، هنايا عندي 3 ديال المعالق كبار. غنخلط هذوك المكونات القرعه عاد نزيدو عليهم الطحين. بالنسبه لهاد الطريقه راه كتجي رائعه الوليدات راه كتعجبهم بزاف. غنخلطو مزيان. غنخلطوها مزيان وغنخليها تقريبا واحد الساعه ديال المكانه حتى كتخمر وكتختار واحد شويه. المهم انا غنوري لكم الشكل ديال الخليط كي كيكون بالنسبه يعني واش كيكون جاري ولا كيكون شويه خاتم. ها شويه غنخلط مزيان وغنوري لكم الخليط بعد ما حركتو مزيان في القرعه. دابا غادي نصفيه باش ما كيبقاوش فيها دوك الحبيبات ديال الطحين. هذا هو الشكل ديالو، القوام ديالو هو هذا، كيجي بحال هذا الشكل. دابا غادي نغطيه ببلاستيك الغذائي ونخليه تقريبا واحد المده ديال ساعه بيد ما كيخمر، هو اللي كيعطينا واحد النتيجه في المعقوده كتجي رائعه. ومن بعد غنرجع لكم، بقاو معايا. كما كتشوفوا يلا حيت دابا البطاطا يعني راه طابت. دابا غادي نمعسها وهي سخونه. درتها في هذا الاناء اللي هو واسع باش يسهل عليا انني نمعسها مزيان. ما تخليهاش حتى تبرد، حيت الا بردات راه ما كتبغيش تولي لك عجينه. بالنسبه للطريقه راه ما كتحتاجي لا ديري لا بيض لا يعني لا جبن لا حتى حاجه، غير بهذه الطريقه تتبعي معايا الطريقه راه كتجي رائعه. بعد ما يعني عجنتها مزيان معستها مزيان، دابا غادي نزيد فيها الملحه، شويه ديال الملحه، ملحه على حسب الذوق. غادي نزيد نخلطها مزيان وتشوفوا غادي نديرها كويرات كما كيبان لكم. بعد ما خلطت مزيان هذيك البطاطا معستها مزيان حتى ولات على شكل عجين. دابا غادي نديرو كويرات
على هذا الشكل. غادي نخليوهم نديرو حتى نساليو الكميه كامله وندخلوهم شويه للثلاجه. بعد ما ساليت الكميه كامله اللي عندي، دابا غادي نديرها في الثلاجه، يعني غير لتحت ماشي في المجمد. غنخليها تقريبا واحد الساعه ترتاح واحد شويه. غنغطيها بالبلاستيك الغذائي ومن بعد غادي نبدا نخلي فيها. بعد ما خليت الخليط حتى خمر كما كتشوفوا كيبان لكم، البطاطا حتى هي راه ارتاحت في الثلاجه. وبالنسبه للزيت انا درت المقله ديال الزيت سخن. دابا غناخذ واحد الكريسه كما كتشوفوا، غنحطها في هذا الخليط، نغطيها كامله ونخلي الزيت حتى تسخن مزيان. يعني هي كتبغي تحط في الزيت تكون سخونه. غنحاول باش نتخلص من هذاك الخليط اللي كيبقى لتحت. دابا غادي نحطو غنعاودو بنفس الطريقه. بعد ما كنشوفوها شدات راسها وبدات كتطمر شويه من الجناب كنقلبوها. هذا هو الشكل النهائي ديال المعقوده اللي الكل يعني محبوبه ديال الجماهير، الكل كيبغيها. وكنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. وكنشكركم بزاف على لي كومونتير زوينه بحالكم اللي كتوصلني. كنشكركم بزاف اللي هي كتعطيني دائما باش نزيد القدام. وكنتمنى انكم الا عجبكم لا فيديو ديالي انكم ديروا اشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد، وكذلك الاعجاب، وتبارطاجيوه علاش لا مع الاحباب ديالكم. وكنشكركم بزاف، وبكم انا دابا باقا مستمره.